السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم خبز البانيني الرطب. بسم الله على بركة الله. كناخذ واحد الكأس ديال الحليب، كنزل فيه ملعقة كبيرة د الخميرة ديال الخبز وملعقة كبيرة د السكر ونخليهم الى جنب يتفاعلوا. في الاناء اللي غادي نخلط فيه العجين كنزل فيه 5 كؤوس من الدقيق الابيض، الكأس بقياس كأس العنبة. من بعد كنضيف القليل من الملح وكندمج الملح مع الدقيق، ومن بعد كنزل الخميرة والسكر والحليب اللي درناهم يتفاعلوا، ونصف كأس من زيت زيتون. نخلط المكونات وغادي يكون معايا واحد الكاس ونصف ديال الماء، نبقى غاديه بالتدريج حتى كنحصل على عجينه رطبه هكا. دلكتها مزيان، انا هبطتها في سطح العمل ودلكتها مزيان، بقيت كنزيد الماء شويه شويه. خدات ليا تقريبا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء وربع. نغطيها هنايا ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما اختمرت لينا العجينه كنديكازيها وكنشكلها على الكويرات حسب الاختيار. انا الكويرات هنا درت فيهم 62 غرام، عبرتهم باش يجيوني مقادين. صافي كنبدا نشكل فيهم كويرات هكا وكنمشي حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها كيف ما كتشوفوا معايا، وبشويه بشويه حتى كنكمل الكميه كما سبق ليا وذكرت، ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. وصافي بالاستعانه من بعد بالاستعانه بالمدلك هذا صافي كنبدا نبسط العجينه هكا. بالنسبة للسمك ديال العجينة كيف ما بغيتو البانينو يجيكم يعني غليظ فيه البابة من داخل، ما تبسطوش العجينة بزاف. بغيتو يجيكم القياس يعني مزيان، غير بسطوها. انا راه بسطتهم بهذه الطريقة هذه، يعني غتكون في السمك ديال العجينة تكون شي مليمتر تقريبا، ومع غادي تلوى وغادي تختمر، يعني راه غيجي البانينو كبير، غيجي يعني هو هذاك. صافي كنحاول نسد الجوانب جيدا، الجوانب وفين كتلاقى العجينة، ونخليهم يرتاحوا. من بعد كنبدا نبسط فيهم بهذا الشكل. هاد الطريقه حتى هي كيف ما بغيتو يجيكم بانينو مزيان ديروا هاد الطريقه، بغيتو يجيكم غليظ خليو السمك ديال العجينه غليظ. غطيتهم وخليتهم اختمروا. من بعد غادي ندهنهم مزيان بالقليل من الحليب، حليب بدرجه حراره المطبخ. نلبسهم مزيان بالحليب كلهم من الجوانب من كل البلايص. صافي وندخلهم كيطيبوا الفران اللي ديجا سخنته على درجة حرارة 180، سيستم ديال المروحة. ما كياخدوش لينا وقت كتير، شي 12 ولا 14 دقيقة. صافي وكان هذا هو الخبز اللي حضرت معاكم. شفتوا كيفاش كيجي؟ راه تيجي خفيف اسفنجي، اما راه طيب كيبان بيض ولكن راه طيب. بعض الوحدات راه بداو كيتحمروا من الجناب، غير اللون ديالو هو خصو يكون هكا باش من بعد نديروه في الآلة ديال البانيني. غادي نفتح معكم وحده نشوفوها كيفاش جات من الداخل. كيجي خفيف اسفنجي كيف ما كتشوفوا معايا. ونتمنى الوصفه تعجبكم وتنال استحسانكم، وما تبخلوش علينا بالتعليق للتشجيع ولايك للفيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.